إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أياكس الهولندي يتولى الملف الفني لقطاع الناشئين بالأهلي ويوسف الأقرب للمهمة الإدارية. كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الاتفاق بين القلعة الحمراء ونادي أياكس الهولندي بشأن تطوير وإدارة قطاع الناشئين وصل إلى مراحله الأخيرة بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية. وأوضح المصدر أن التصور النهائي للاتفاق يقضي بتولي مسؤولي أياكس الإشراف الكامل على الجانب الفني لقطاع الناشئين، بما يشمل وضع برامج التطوير واختيار العناصر الفنية وآليات إعداد المواهب وفقا للمدرسة الهولندية. وأضاف المصدر أن الجانب الإداري للقطاع سيظل تحت قيادة عناصر مصرية من أبناء النادي للحفاظ على هوية القطاع وضمان التنسيق بين مختلف الإدارات داخل النادي. وأشار إلى أن الكابتن محمد يوسف يعد المرشح الأبرز حاليا لتولي المسؤولية الإدارية لقطاع الناشئين حال الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالشراكة المرتقبة مع أياكس. أكثر من 3 ملايين دولار خسائر الأهلي المالية تتواصل مع المدربين الأجانب. نجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق مع مدرب الدنماركي يستروب بشأن فسخ عقده مع القلعة الحمراء، لكنه وصل على الجانب الآخر خسائره المادية التي تكبدها بسبب الإطاحة بمدربيه الأجانب منذ الموسم الماضي. وبدأت خسائر الأهلي المالية بسبب المدربين الأجانب عند رحيل السويسري مارسيل كولر عن قيادة الفريق الأحمر في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم الماضي، واضطر الأهلي لدفع راتب 6 أشهر لصالح المدير الفني السويسري من أجل حل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع القلعة الحمراء. كان راتب كولر يبلغ 250 ألف دولار شهريا ليحصل على 1.5 مليون دولار من الأهلي، حيث قام الفريق الأحمر بسدادها في 3 أغسطس الماضي. واستمرت خسائر المارد الأحمر عقب إقالة المدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو بعد بداية سيئة لموسم 2025-2026، حيث كان يحق له الحصول على راتب 3 أشهر عقب فسخ عقده بالتراضي ليتقدم بشكوى ضد الفريق الأحمر. وحصل ريبيرو على حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقيته في الحصول على مبلغ 588 ألف دولار من النادي الأهلي، لكن إدارة النادي الأهلي تقدمت باستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي كاس ولا تزال تنتظر النتيجة. واستمر مسلسل الخسائر المالية داخل القلعة الحمراء بعدما جاء الدور على المدرب الدنماركي يستروب، وسيحصل تروب على راتب 4 أشهر بالإضافة لشهر يونيو وفقا لاتفاقه مع إدارة النادي الأهلي لفسخ عقده، بالإضافة لحصول الوكالة المسؤولة عن إدارة أعماله على نسبة 10% إضافية من إجمالي هذا المبلغ. ويبلغ راتب تروب 220 ألف دولار شهريا، أي أنه سيحصل على 1,100,000 دولار بالإضافة إلى 110 ألف دولار لصالح وكالة إدارة أعماله، وسيتم سداد تلك المستحقات على أقساط وفقا للاتفاق بين الطرفين. ويصل مجموع المبالغ التي سيدفعها الأهلي للمدربين الأجانب الثلاثة حوالي 3,298,000 دولار تقريبا. الأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن رئاسة قطاع الناشئين. أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل وليد سليمان عن منصب رئيس قطاع الناشئين، ويواصل الأهلي قراراته بشأن إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي. وبات وليد سليمان المسؤول الثالث الذي يعلن الأهلي رحيله اليوم الخميس، وذلك في أعقاب رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة، وكذلك رحيل عادل مصطفى عن الجهاز الفني للفريق. كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة عن طلب الأهلي التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب منتخب مصر والنجم السعودي. وقال المصدر أن كل ما يتردد عن طلب التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب منتخب مصر والنجم السعودي غير صحيح، وأن اسم اللاعب ليس مطروحا ضمن اختيارات النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. الألماني روجر شميت يدخل ترشيحات الأهلي. دخل المدرب الألماني الشهير روجر شميت بقوة دائرة ترشيحات جهاز الكرة بالنادي الأهلي ليتواجد كأحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة. وأضاف المصدر أن هناك محاولات جادة ومكثفة تجري حاليا من جانب مسؤولي الأهلي لتقريب وجهات النظر في الشق المالي وتخفيض شروط المدرب الألماني من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق مرجوة وإقناعه بقبول مهمة وتدريب كبير القارة السمراء. برشلونة يتابع عمر مرموش في كأس العالم 2026. سلطت صحيفة سبورت الأسبانية الضوء على النجم المصري عمر مرموش باعتباره أحد أبرز اللاعبين الذين يستحقون المتابعة خلال منافسات كأس العالم 2026 في ظل ارتباط اسمه باهتمامات نادي برشلونة خلال الفترة الأخيرة. ووصفت سبورت عمر مرموش بأنه أحد أبرز الوجوه الهجومية في المنتخب المصري، معتبرة أنه يعيش في ظل الشهرة العالمية للنجم المصري محمد صلاح، لكنه نجح في فرض نفسه كأحد أهم عناصر الجيل الحالي للفراعنة بفضل قدراته المتنوعة وأدواره المؤثرة داخل الملعب.